السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. حصل انخفاض شوية في أسعار العربيات بسبب الشهادة بتاعت ال 25% اللي البنوك عملتها. ناس كتير قوي اليومين اللي فاتوا عمالة تبيع في العربيات عشان تاخد الفلوس وتحطها شهادة، واللي معاه فلوس بيحطها في البنك كشهادة، ومحدش عايز يشتري عربيات. فالأسعار هتبتدي تنزل الفترة الجاية شوية، ولكن بتكلم على المستعمل مش الزيرو التوكيلات عايشة في عالم تاني مع نفسها. معانا مجموعة عربيات بقى، مش عايز اطول عليك، يلا نبدأ بسرعة الفيديو. اول عربيه معانا النهارده هي MG ZS. العربيه دي من افضل العربيات الاس يو في اللي انا بحبها جدا، عربيه محترمه جدا، حالتها كويسه جدا. العربيه دي مميزاتها انها عاليه عن الارض، رفاهيه عاليه جدا، شكل كويس جدا، ثبات على الطريق حلو، اداء العربيه بدون عيوب بدون مشاكل، مفيش اي مشاكل ظهرت من العربيه دي حتى الان. مشاكل بسيطه، كان مشكله ان الرادياتير بتاعها ما بتاكل مطب شديد قوي، الرادياتير بتاعها بيتكسر بيحصل فيه مشاكل. كنت عامل فيديو على الموضوع ده وطرق حلها وكل حاجه. العربيه اللي معانا النهارده MG ZS موديل 2020. العربيه دي ماشيه 115,000 كيلو. العربيه صاحبها بيقول فابريكا بالكامل، ما فيهاش اي مشاكل. طبعا اوتوماتيك، مرور مدينه نصر. العربيه دي صاحبها طالب فيها 460,000 جنيه. العربيه دي رينج سعرها حاليا مع الاسعار في السوق المصري من 400 يعني ل 420,000 جنيه لو حالتها كويسه جدا. تقدر كل العربيات اللي هقولها لك دي هتلاقيها على موقع، هتلاقي تقدر تخش على الموقع هتلاقي كل العربيات دي، ولكن MG ZS عربيه محترمه جدا. تعالوا نخش على تاني عربيه معانا النهارده، وهي العربيه الاشهر على الاطلاق اللي الناس كلها بتحبها، الانترا HD. النهارده معانا الانترا HD، اللون الاحمر اللي الناس كلها بتدور عليه، لون جميل جدا في العربيه. العربيه بتاعت النهارده ماشيه بالظبط 55,000 كيلو. صاحبها بيقول ان العربيه حالتها كويسه جدا، فابريكا ما فيهاش اي مشاكل. الانترا HD من افضل العربيات اللي ممكن تركبها، عربيه حلوه جدا، عربيه عيوبها قليله جدا، قطع غيارها متوفره بكثره ومنتشره، اسعار قطع غيارها كمان كويسه، مش عاليه جدا زي العربيات الياباني والعربيات مثلا الالماني، واعطالها قليله ومنتشره جدا في مصر وكويسه جدا على الطريق في الاداء بتاعها. عيبها ان هي بتاكل بنزين سنه مش قوي، ولكن زياده في استهلاك البنزين على العربيات الموفره، وناشفه شويه بسيطه، ولكن عربيه من العربيات الحلوه. العربيه اللي معانا النهارده موديل 2020 ماشيه 55,000 كيلو اوتوماتيك، اللون الاحمر. صاحبها بيقول العربيه فابريكا ما فيهاش اي مشاكل، طالب 345,000 جنيه. العربيه دي رينج سعرها في السوق حاليا في الاسعار دلوقتي من 280 لحد 320,000 جنيه. هيكون صفقه رابحه جدا، لان الانترا HD من افضل العربيات اللي ممكن تركبها في حياتك في الفئه المتوسطه. اما ثالث عربيه معانا النهارده هي جيلي ايميجراند. العربيه دي اللي ناس كتير جدا بنجيبها عشان بيشتغلوا عليها اوبر وكريم وبيسترزقوا منها وياكلوا العيش كده بالبلدي. العربيه دي عيوبها ان هي خفيفه على الطريق، التوازن بتاعه والثبات مش حلو على السرعات العاليه، ولكن العربيه برضو قطع غيارها موجوده واسعارها رخيصه وصيانتها ما فيهاش منها مشاكل. العربيه اللي معانا النهارده موديل 2017 ماشيه 88,000 كيلو، ماشيه 88,000 كيلو، موديل 2017 اوتوماتيك، لون احمر. العربيه دي صاحبها بيقول انها ما فيهاش اي مشاكل وعربيه كويسه. العربيه دي صاحبها طالب فيها 169,000 جنيه. رينج العربيه دي بالحاله دي في السوق المصري دلوقتي بنتكلم مثلا في 150-160,000 جنيه، هيكون العربيه دي كويسه. العربيه دي في وسط العربيات عشان الناس اللي عايزه عربيه رخيصه وتاكل منها عيش وتسترزق، ولكن هي عربيه متوسطه على قدها شويه. نخش بقى على العربيه اللي بعد كده، نيسان سنترا. نيسان سنترا من افضل العربيات اللي الناس بتحب تركبها، عربيه شيك جدا على الطريق، عربيه ادائها كويس، عربيه ثباتها كويس جدا على الطريق، قطع غيارها متوفره، غاليه سنه ولكن عربيه ادائها كويس، بنزين بتاع استهلاكه كويس، ثباتها كويس، كل حاجه في العربيه محترمه جدا. نيسان سنترا النهارده معانا 2017 جميع الكماليات، اوتوماتيك، مرور مدينه نصر، كل حاجه فيها مظبوطه. العربيه دي صاحبها ما يقول ان هي ماشيه 180,000 كيلو، طالب فيها 290,000 جنيه. حاله العربيه دي برنجها في السوق المصري دلوقتي بيبدا من 280,000 لحد 340,000 جنيه لو العربيه حالتها محترمه. ولكن نيسان سنترا في المجمل عربيه من العربيات اللي انا بحب اقتنيها، عربيه من العربيات المحترمه جدا جدا جدا. تعال بقى نخش على العربيه اللي بعد كده معانا النهارده، هي عربيه برضه كل الناس بتدور عليها، نيسان صني، عربيه اكل العيش.
الجيش او عربيه الشغل، عربيه محترمه جدا كل الناس بتحب تركبها. نيسان صاني اللي معانا النهارده موديل 2016. نيسان صاني مميزاتها انها عربيه واسعه، عربيه مريحه، عربيه قطع غيارها متوفره جدا ورخيصه جدا، مفيش منها اي مشاكل. يكفي ان في صديق عمل بيها حادثه يعني بقت شارع الناس كلها، والعربيه اتبهدلت منه، لم العربيه وجمعها كلها بحوالي 20,000 جنيه تاني. فعربيه من العربيات المحترمه جدا الناس كلها بتحب تجيبها. العربيه دي منتشره في شغل اوبر وكريم وعربيات اكل عيش والكلام ده كله. نيسان صاني سعرها قبل اللي حصل والتهريج اللي حصل ده كله كنا بنتكلم في اعلى فئه السوبر صالون مثلا في 225,000 جنيه. حاليا نيسان صاني اول فئه مستعمله ممكن تبدا من 260,000 جنيه. العربيه اللي معانا النهارده نيسان صاني 2016. العربيه دي ماشيه 83,000 كيلو اوتوماتيك. صاحب العربيه بيقول ما فيهاش اي مشاكل، عربيه بفابريكا بالكامل بره وجوه، رش باب واحد فقط. العربيه دي فئه تانية. صاحب العربيه دي طالب فيها 275,000 جنيه. العربيه دي رينج سعرها في السوق دلوقتي من 260 زي ما انا قلت لك، وبتوصل ل 300,000 جنيه على حسب الحاله. ولكن نيسان صاني في المجمل عربيه كويسه جدا، عربيه من عربيات الشغل اللي بتستحمل وقطع غيارها كويسه زي ما قلت لك، وتقدر تلمها لا قدر الله في الحوادث وفي الحاجات دي بسعر قليل. تعالى بقى نخش على العربيه اللي بعد كده، العربيه اللي هي النعش الطائر اللي احنا عارفينه، هيونداي فيرنا. هيونداي فيرنا منتشر جدا في مصر لو تاكسي او ملاكي، ولكن ناس كتير بتحب تجيبها عشان قطع الغيار الرخيصه والتوفر بتاعها ومفيش اعطال تقريبا. عيبها الوحيد المشهور ان الفرامل بتاعتها مش حلوه، ولكن العربيه حجمها صغير، وزنها خفيف، الموتور بتاعها حلو، فالعربيه بتجري وبتغريك في الجري بصراحه. هيونداي فيرنا اللي معانا النهارده موديل 2015. صاحبها بيقول العربيه دي ماشيه 200,000 كيلو مانوال، 200,000 كيلو مانوال. العربيه بيقول فابريكا بره وجوه بدون جرام بوهيه، من الاكسدام للاكسدام، صالون زيرو، وتم عمل الصيانه الدوريه كامله للسياره. طبعا اي عربيه هتشتريها بقول لك مره واثنين وثلاثه لازم تكشف عليها وتتاكد ان العربيه في الميكانيكا والعفشه والشاسيه واللحامات كل حاجه مظبوطه قبل ما تشتري اي عربيه. النهارده معانا فيرنا في مرور 6 اكتوبر، لون فراني مانوال، موديل 2015، ماشيه 200,000 كيلو. صاحبها طالب فيها 185,000 جنيه. العربيه دي سعرها في السوق المصري من 150 ل 170 او ل 180 على حسب الحاله. انا شايف العربيه دي سعرها عالي شويه، تقدر تنزل عن كده. ولكن في المجمل فيرنا عربيه اقتصاديه، مش كويسه قوي ومش وحشه قوي، ولكن على اللي هي تقدر تمشي حالك بيها يعني لو انت محتاج عربيه على القد. تعالى بقى نخش على اخر عربيتين معانا، واهم عربيتين معانا اللي الناس كلها بتدور عليهم، تويوتا كرولا وتويوتا يارس. تعالوا نبدا الاول بتويوتا كرولا. معانا النهارده تويوتا كرولا موديل 2015 اوتوماتيك، لون اسود، مرور الهرم، تاني فئه سيدان. صاحبها بيقول العربيه فابريكا ما فيهاش اي حاجه، ماشيه 100,000 كيلو. العداد بتاعها 100,000 كيلو. طبعا هتكشف على العداد وهتكشف على كل حاجه قبل ما تشتري. العربيه دي صاحبها طالب فيها 389,000 جنيه. العربيه دي رينج سعرها في السوق حاليا من 350 لحد 450,000 جنيه في سوق المستعمل. ولكن هي عربيه معروفه مش محتاجه ان انا اتكلم عليها، يعني كرولا مش محتاجه ان حد يتكلم عليها، عربيه محترمه جدا. كل القصه بتاعتها زي ما انت عارف والشهره بتاعتها، حط زيت وبنزين وامشي بدون اعطال. العربيه دي عربيه من العربيات الكويسه جدا، تقدر تلاقيها على موقع هتلاقي. تعال نخش على العربيه الاخيره اللي معانا بقى، تويوتا يارس. برضو تاني عربيه من الناس بتدور عليها. تويوتا يارس عربيه برضو اعطالها قليله جدا، زيت وبنزين وامشي. قطع الغيار هي بس اللي غاليه شويه هي والكرولا، ولكن عربيه اعطالها قليله. معانا النهارده تويوتا يارس موديل 2014، مرور القاهره، ماشيه 135,000 كيلو. صاحبها بيقول اعلى فئه بصمه، مرايات ضم، طاره مالتي وجنود، والعربيه فابريكا دواخل بالكامل، رشه نظافه من الخارج ما عدا السقف، والسياره بحاله ممتازه كالزيرو، بها فرش جلد والفرش الاصلي لم يستخدم، فيها رخصه ساريه لحد شهر 4 2023. صاحب العربيه طالب فيها 310,000 جنيه. العربيه دي سعرها في السوق المصري من 280 لحد 340 على حسب الحاله. ده كان فيديوهات سريع عن 8-9 عربيات معانا النهارده في سوق المستعمل. تقدر حضرتك تكشف على العربيه كويس جدا وهتلاقي كل العربيات دي على هتلاقي. لو حضرتك ليك اي كومنت سيبوا لي تحت وانا هرد عليكم في الحال. جمعنا الله واياكم في جنه عرضك عرض السماوات والارض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.